بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا صباح الفل عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن الاحوال. هتعملي ايه النهارده يا وزه؟ هقعد بقى اقشر المانجا دي معاكم ونتكلم مع بعض كده ونتسلى. ليه هتقشري المانجا؟ هقشر المانجا عشان هخزن شويه منها. المانجايه كبيره بسم الله ما شاء الله، يعني تعدي الكيلو، فمش هتنفع اخزنها كده زي ما هي. فهنقينا الكبيره منها، يعني هنقشرها، والصغيره نقناها وغسلناها وحطيناها في الفريزر زي ما هي كده حب. فالكبيره دي هنقشرها ونخزنها ايه كده في اكياس على قد ما انت هتعملي، فهيكون ايه سهل عليك. هتطلعي الكيس وتحطيه في شفشق الخلاط وتضربيه يعني على طول. هي دي طريقة حلوة؟ اه طبعا طريقة حلوة. وانا رايح الدرس يا ماما. انت بتعملي ايه؟ ما بصور. انت بتقشري المانجا؟ اه بقشر المانجا. طب مش هتسيبيه؟ خلي بالك انت هتطلع في الفيديو. مش هتسيبيه لي انا؟ مش اشكال بس انا عايز مانجا دي. اه هسيبلك. بس المانجا يعني غلط عليك، خلي لا بالك. مش غلط. مش ذنب بقى. مش غلط، ما كل الناس بتاكل مانجا، جت عليا وانا طول عمري باكل انت مانجا. مش بتاكل مانجا من هنا وتشتكي من رجلك من هنا؟ مش اشكال بس بتخف بعدين. مش اشكال بس بتخف بعدين. والله المانجا غلط عليك يا يوسف. لا بس هسيب سيبيلي لك، بس. هسيب لك احسن. هي الواحدة كيلو اصلا، سيبيلي واحدة اكل فيها. هسيب لك 1 كيلو وتصبح الصبح بقى تشتكي من رجليك. هسيب ايوه. لك احلى مانجا يا يوسف ولا تزعل. انا بقطعها بس عشان تبقى سهله كده وما نيجي نطلعها من الفريزر ونعملها عصير ما تبقاش المانجايه كبيره وتترطرط يعني. نعمل على قد ما احنا هناخد. صح صح صح. آم، هي طبعا المانجا ديت في اخر السنه. احنا خزنا الصغيره اللي بقول لكم عليها في اول السنه، فدي جات لنا كده هديه يعني. شكرا للي جابها. ايوه. فاحنا قلنا بقى نخزنهم، هم كلوا منها، بس احنا قلنا نعمل الشويه دولت ونحطهم كده متقشرين. ماشي. عايز كام منجايه بقى اشيلها لك يا سوسه؟ في جوه على فكره، بس دي خطر. في كام واحدة جوه؟ نعمل المستويه. طب ما تسيبيلي انا المستوية. ده كان بابا بيتصل بيا يقول لي اجيب لكم مانجا كمان، انا قلت له لا. طب ما تخليه يجيب تاني. آه. هي محببة كده ليه؟ لا ده من القشرة بس هي كويسة مفيهاش حاجة. نفس الطريقة ديت. ده حلو ده. ماشي. على قد ما هتقدري تقطعيها قطعيها، بس يعني ايه ما تحاوليش ان انت تقطعيها حتت صغيرة، عشان خاطر لما تيجي تضربيها برضو تبقى حلوة كده، تسيبي فيها قطع تبقى حلوة معاكي. ماشي بقى. قطعها كده. هتجيب طبق يا يوسف وتيجي والشوكة. انا مش عايز دلوقتي مانجا، انا همشي. سلام. بنفس الطريقة كده، وعبي الكمية اللي انت عايزاها في الاكياس. ممكن تعبي اكياس صغيرة واكياس كبيرة. لو عندك مثلا على قد ضيوف عدد الافراد اللي هيبقى عندك تعمليها.
بس كده خلصت المانجا اهو وكيستها في الاكياس كده زي ما انتم شايفين. كل كيس على قد ايه ما هتعملي يعني. بس السكر طبعا ما ينفعش تحط عليها سكر، عشان انا مره ايه جوزي قال لي جهزيها وحط على كل كيس السكر بتاعه، فحطيت السكر بتاعته وايه وعبيتها في الفريزر. وكنت عامله مانجا كتير بتاع قفصين. واجي اطلع المانجا من الفريزر بقى بعد ما غابت حوالي شهر ولا حاجه، الاقي المانجا فكه زي ما هي كده من السكر، وكمان السكر خلاها اسودت. ماشي، فابعدوا عن السكر والله، بوظت يومها قفص المانجا. فابعدوا عن السكر خالص واعمليها بنفس الطريقه كده، تحطها في الفريزر تطلعي تعملي. حتى لو معاكوا ضيوف وولادك جوه هيعملوا لك شفشق عصير بسرعه كده ويطلعوا لك يشرفوا لك قدام ضيفك. ويلا خزني المانجا بتاعتك وانت مطمنه. تحطها حبه بس بقى يقعدوا يقولوا ده سقع ده مش عارفه ايه، وتغيب عبال ما تفك. لكن بالطريقه دي سهله جدا واحسن طريقه للطريقه لتخزين المانجا بنفس الطريقه دي. يلا اشوفكم في فيديو جديد ومع الف سلامه. واللي يخش عندي جديد ما ينساش يشترك في القناه، واوعي تنسى تحط اللايك. يلا مع الف سلامه.